عمرك لاحظت إنك لما تصب مية سخنة على الشاي بيطلع كده ريم أو رغوة خفيفة على الوش؟ وساعات بتفتكر إن الشاي بايظ أو المية فيها حاجة غلط، بس الغريب بقى إن ده ليه تفسير علمي دقيق جدا ومش أي حد يعرفه. خليك معايا وهنكشف مع بعض السر اللي في كل كوباية شاي. كلنا متعودين نعمل الشاي بطريقتنا، بس قليل اللي بياخد باله إن درجة حرارة المية بتفرق جدا في الطعم والشكل وحتى الريحة. في فرق كبير بين إن المية تكون سخنة قوي وبين إنها تكون مغلية فعلا، وده الفرق اللي بيخلي الشاي ساعات بيطلع ريم وساعات يطلع نضيف وهادي من غير ولا فقاقيع. بص يا سيدي، لما المية بتوصل لدرجة الغليان الحقيقية، يعني أول لما بتبدأ تعمل صوت الفقاقيع أو تغلي فعلا، بيحصل حاجة علمية مهمة جدا. المية بتبدأ تفقد الغازات اللي كانت مذابة فيها زي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. لكن لو المية سخنة بس، يعني مثلا درجة حرارة 80 أو 90، بتفضل الغازات دي محبوسة جواها، ولما تصب المية دي على ورق الشاي الغازات دي بتبدأ تطلع لفوق فجأة، ومعاها شوية من الزيوت الطبيعية اللي موجودة في أوراق الشاي، وساعتها بيظهر الريم اللي بنشوفه على الوش. الريم ده ببساطة عبارة عن فقاقيع صغيرة من الغاز مختلطة بزيوت الشاي والمركبات اللي بتدي اللون والطعم. يعني مش بتبقى وساخة ولا حاجة غلط، بالعكس ده دليل إن الشاي طبيعي ولسه محتفظ بزيوته. بس في حاجات ممكن تزود موضوع الرغوة، زي إن الكوباية أو البراد يكون فيهم بقايا صابون بسيطة، أو إن المية بيكون فيها معادن كتير زي الكالسيوم والمغنيسيوم واللي بنسميها المية العسيرة. العناصر دي بتخلي الفقاقيع تثبت أكتر وتبين الريم بوضوح. طيب تعمل إيه لو مش بتحب شكل الريم ده يظهر؟ بكل بساطة اغلي المية كويس لحد ما توصل فعلا للغليان، وبعدين سيبها تهدى ثانيتين قبل ما تصبها على الشاي. كده الغازات هتكون خرجت خلاص ومش هيظهر أي ريم. بس خد بالك، الشاي اللي بيطلع شوية ريم بسيط مش معناه إنه وحش، بالعكس ساعات ده بيكون علامة على إن الشاي طبيعي ومش مصنع بالكامل، لأن الزيوت اللي بتطلع مع الريم هي اللي بتدي الريحة والطعم اللي بنحبه. الخلاصة إن اللي بيحصل ببساطة إن الريم ده نتيجة غازات بتخرج من المية السخنة لما تلمس أوراق الشاي وتختلط بالزيوت الطبيعية اللي فيها، مش حاجة ضارة ولا حاجة، ومش دليل إن المية أو الشاي مش نضاف. كل كوباية شاي فيها علم بسيط، بس إحنا ساعات بنشوف الحاجة ومش بنسأل ليه بيحصل كده. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان توصلك كل الحكايات اللي بنحكيها عن حاجات بسيطة بس وراها علم كبير. وبس كده، سلام يا عشاق الشاي.